هل عمرك سألت نفسك في إنسان يقدر يشوف نملة ماشية على بعد أميال؟ طب إيه اللي ممكن يحصل لو حد حذرك من كارثة هتحصل كمان 3 أيام وإنت صدقت وقلت إن هو مجنون؟ أهلا بكم، أنا سوسن عادل في برنامج الحكاية من الأم. النهاردة هحكي لكم قصة زرقاء اليمامة، الست اللي كانت بتشوف اللي مفيش بشر ممكن يتخيله، واللي نهايتها كانت صدمة للكل. وإيه السر اللي لقوه في عينيها بعد ما ماتت؟ زرقاء اليمامة ما كانتش مجرد أسطورة، دي كانت ست من قبيلة اسمها جديس في منطقة اليمامة في قلب الجزيرة العربية. السر كله كان في عينيها الزرقاء اللي كانت زي الرادار. العرب كانوا بيقولوا إنها كانت بتشوف المسافر وهو على بعد مسيرة 3 أيام، يعني لو حد جاي من مدينة تانية هي عارفة هو مين ولابس ايه ومعاه ايه. والسر ده كان نوع غريب من الكحل اللي بتحطه، كحل الأسمر. كانت بتكحل بعينيها ليل نهار لحد ما عينيها بقت خارقة. بس يا ترى القوة دي نفعتها لما الحرب قامت؟ وايه الخدعة اللي دمرت مملكتها؟ تخيل تبقى واقف في امان الله وتلاقي الغابه اللي قدام بيتكم بتتحرك ناحيتها. ده بالظبط اللي شافته زرقاء اليمامه. الحكايه بدات لما ملك اليمن حسان الحميري جهز جيش مرعب عشان يغزو قبيلتها. الملك كان عارف ان الزرقاء هتكشفه من بدري جدا، فعمل حيله عشان يقدر يضحك عليها. أمر كل جندي إن يقطع فرع شجرة كبير ويشيله قدامه وهو ماشي. الزرقاء بصت من فوق الحصن وصرخت في قولها وشعبها: يا جماعة، أنا شايفة شجر بيمشي. تفتكروا صدقوها؟ للأسف لا، ما صدقوهاش، وقعدوا يضحكوا عليها ويقولوا: انت كبرت وخرفت يا زرقاء، هو في شجر بيمشي؟ وهي عمالة تقول لهم وتحلف وتقول لهم: أنا شايفة واحد ورا الشجرة. قعدوا بيصلح جزمته وبرضه مفيش فايدة، محدش مصدقها وكله قال إنها مجنون. الاستهزاء ده دفعوا ثمنه غالي قوي، وكل الضحك اللي ضحكه من زرقاء اليمامة اتقلب لصرخات رعب في لحظة واحدة. الصبح لسه بيطلع وجيش اليمن رمى الشجر ودخل ذبح وموت الكل. القبيلة كلها انتهت لأنهم ما سمعوش كلام الست اللي كانت فعلا بتشوف بجد. الملك حسان لما دخل البلد طلب إنه عايز يشوف زرقاء اليمامة، وهو كان مبهور بقوتها. سألها: انت شفتينا ازاي؟ قالت له: على الحقيقة. والملك من كتر غله وحقده ومن خوفه ان حد تاني يمتلك القوة دي امر بقلع عينيها. والصدمة كانت هنا لما خلعوا عينيها لقى عروق عينيها كلها مصبوغة باللون الاسود من كتر كحل الاسمد اللي كانت بتستخدمه، اللي غلغل جوه اعصابها وخلاها بتشوف بالدقة. الست دي ماتت بعدها بفترة قصيرة. وفي روايات تانية بتقول انهم صلبوها على باب المدينة بعد قلع عينيها، وفضلت قصتها دي درس لأي حد بيستهون بذكاء غيره. وكتير من المؤرخين بيقولوا إن زرقاء اليمامة دي شخصية بيمتزج فيها التاريخ بالأسطورة، لأنها بتنتمي لطبقة العرب البائدة اللي هم تصم وجديس. دي أقوام ضاعت تفاصيل سيرهم الدقيقة مع مرور الزمن. قولي بقى، لو انت مكان شعبها كنت هتصدق ان فعلا في شجر بيمشي، ولا كنت هتقول عليها مجنونة زي ما عملوا؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل اشتراك لو عايز تسمع قصص تانية من أغرب ما في تاريخ العرب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكاية. كانت معكم سوسن عادل في برنامج الحكاية من الأول.